دبح مراته وهي نايمة وغطاها بالبطانية وشغل التكييف عشان ما تبردش بعد زواج 3 شهور فقط. جريمة بشعة هزت منطقة جسر السويس في القاهرة بعد ما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود سيدة مقتولة داخل شقتها على يد زوجها في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها منطقة جسر السويس بالقاهرة. لقت شابة مصرعة داخل غرفة نومها على يد زوجها بعد مرور 3 شهور فقط على زواجهم، في واقعة هزت مشاعر الأهالي وأثارت جدلا واسعا حول انهيار القيم الإنسانية داخل بعض العلاقات الزوجية الحديثة. بدأت تفاصيل الحادثة المأساوية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أخت المجني عليها تفيد بعثورها على أختها جثة هامدة داخل منزلها، لينتقل فريق المباحث والنيابة العامة على الفور إلى موقع الجريمة. وبالفحص الكاميرات وإجراءات التحريات المكثفة تبين أن القاتل هو الزوج نفسه الذي هرب بعد ارتكاب جريمته البشعة. التحقيقات كشفت المفاجأة، الزوجة كانت واجهت زوجها بخيانته بعد اكتشافها علاقة غير شرعية تربطه بفتاة أخرى، وطلبت منه الطلاق بهدوء، إلا أنه لم يتحمل المواجهة واختار أن ينهي حياته بدلا من أن ينهي العلاقة بطريقة إنسانية. أخت الضحية قالت في التحقيقات إن أختها كانت بتحلم بحياة مستقرة ولم تكن تتوقع أن تكون النهاية بهذه البشاعة. أسرة الضحية تعيش حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة ابنتهم، مطالبين بسرعة القبض على القاتل ومحاسبته ومعاقبته. ربنا يرحم الضحية ويصبر أهلها. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وربنا ينتقم من القاتل أشد انتقام إن شاء الله.